هاي بنات، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون عن نصائح لحتى تخلي حجابك ارتب مع كل ستايلات مع كل اللبسات. فليك اذا انتم مهتمين بهذا الفيديو فكملوا للاخير. قبل ما نبلش بالفيديو حابه احكي لكم شكرا كتير على كميه الحب والكومنتات الحلوه اللي اجت على اخر فيديوهين نزلتهم على القناه. كان كتير الكلام تبعكم بيجنن والكومنتات تبعتكم بتجنن. ما راح اكتر حكي، فلهيك يلا نبلش. اوكي، رح ابلش معكم باول نصيحة او اول خدعة، واللي دايما اصلا هذا السؤال بتكرر عندي، انه كيف بخلي لون الشالة بنفس لون البندانة، يعني كأنهم قطعة واحدة، وبتنفع مع لفات الحجاب الكويتي. راح احط لكم صورة لشكل اللفة اللي بحكي لكم عنها. فبالنسبة إلي يعني انا مش دايما كل البندانات موجود عندي منها نفس لون الشالة، او مش كل الشالات اللي عندي موجود عندهم نفس الوان البندانات. فلهيك انا شو بعمل راح اورجيكم هلا. اول شغلة بجيب هي الشالة، راح تلاقوني بتطلع على المراية ورا، راح اقدمها شوي لهيك، وبعدين هاي البندانة راح ادخل الشالة تحت البندانة، اتنيها، يعني بتني الشالة تحت البندانة يلي انا لابساها. زي هيك دخلت الشالة جوا البندانة، فهيك صار عندي شكل البندانة كأنها من نفس لون الشالة. اوكي، بعد هيك عادي بكمل لفة الشالة. طبعا هاي لفة الحجاب اللي بسموها الكويتي. فبتني الشالة من هنا من الجهتين بهاي الطريقة، وبثبتها من تحت بالدبوس. الطرف الطويل برجعه لورا زي هيك، وبخلي الطرف القصير قدام. بس هذه هي الحيلة اللي بتقدروا تخلوا فيها لون البندانة بنفس لون الشالة، وهي هاي اصلا تقريبا لفة الشالة اللي انا معتمداها، مشان ما عندي بندانات بنفس الوان الشالة، فهاي هي الطريقة اللي بتزبط معي. اوكي، بالنسبة للخدعة الثانية لحتى تخلوا برضو نفس لون الشالة لون البندانة بنفس لون الشالة، هي انكم تاخدوا طرف الشالة زي هيك وتثبتوه من ورا بدبوس. راح تمسكوا طرف الشالة هيك وتثبتوها على نفس الحدود البندانة، وتثبتوها من ورا بدبوس بهاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة بتنفع مع الشالات اللي بتكون عريضة، ما راح تنفع مع اي شالة. وبعدين بتجيبوا طرف الشالة من الاخر وبتلفوه لقدام، وبعدين بتلفوا الجنبين بهاي الطريقة لورا. بالنسبة لهاي الطريقة فهي اوكي حلوة، بس مشكلتها بدها الشالات اللي بتكون عريضة لحتى من ورا يكون مغطى كامل، فما راح تزبط على كل انواع الشالات. فبالنسبة لي الطريقة الاولى هي الطريقة اللي انا معتمداها بكل لفات الحجاب تبعاتي، ودايما بتسألوني عنها، فورجيتكم كيف بلف طريقة الحجاب. اوكي، وهلا رح ننتقل للنصيحة اللي بعدها. هو اذا انت بدك تلبسي الشالة مع هاي نيك بلوزة رقبتها عالية، فالطريقة اللي بتلفي معها الشالة رح تحطي اول اشي البندانة وفوقيها الشالة. طبعا الطرفين بيكونوا قد بعض. رح تاخدي طرف تحطيه لورا وطرف لقدام، وبعدين رح تدخلي هدول الطرف جوا القبة او جوا الاواعي. وبعد هيك راح ترتبوا الشالة تحت الأواعي حتى ما يكون في أشياء طالعة ونازلة. وبس هاي هي الطريقة، أو هاي هي اللفة اللي بتقدروا تستخدموها للفة الحجاب مع الهاي نيك. بالنسبة إلي أنا ما حطيت دبوس لأنه لابسة من هاي المنديل، بس ممكن تثبتوها بدبوس وممكن لا، يعني على حسب نوع الشالة أو القماشة وعلى حسب انتو شو بتحبوا. فهاي هي طريقتي مع لفة الحجاب لما أكون لابسة هاي نيك. اوكي، وهلا النصيحة او الخدعة اللي بتخص السكارف. طبعا بهذا الشتاء في ترند كتير دارج، وهو خدعة السكارف مع الشالة، او خدعة السكارف بتلبق للمحجبات اكتر. بالنسبة اذا انتم بدكم تلبسوا سكارف وانتم محجبات، فبحب انه يكون لون السكارف بنفس لون الشالة. فبالنسبة لهاي الطريقة يلي بتقدروا تستخدموا فيها السكارف مع الحجاب، اول اشي رح تلفوا السكارف هيك ترموه لورا، وبعدين حتجيبوا الطرفين لقدام. بعد هيك رح تدخلوا هذا الطرف لجوا، ونفس الاشي الطرف الثاني برضو لجوا بهاي الطريقة. هيك صارت معنا السكارف. ممكن تخلوها زي هيك. وبالنسبة للطريقة الثانية اللي انا بحكي لكم عنها، هي لفة الترند مع السكارف، اللي هو انكم تجيبوا طرف السكارف زي هيك وتطلعوه فوق الحجاب.
طبعا بترتبوا السكارف بالطريقة يلي تناسبكم تطلع فيها مرتبة، فزي هيك. طبعا هذا الاشي بيعطيكم هيك احساس بالدفى، وكمان يعني حتى تكونوا دفيانين، وكمان بنفس الوقت انه لفة حلوة للسكارف وجديدة. اوكي، وهلا الخدعة اللي بعدها، لو انتم حابين تثبتوا الشالة بس بدون ما تستخدموا دبابيس، او لحتى تضمنوا انه الشالة تضل ثابتة، ففي طريقة كتير سهلة وحلوة وكمان بتعطي شكل حلو للشالة. طبعا لفيت الشالة من فوق الكويتي زي ما انا ورجيتكم باول حيلة. بعد هيك بتقدروا تربطوا الشالة زي هيك ربط بهاي الطريقة، وتخلوا طرف لورا وطرف لقدام، فبهيك بتكونوا عملتوا زي ستايل جديد بلفة الشالة، وبنفس الوقت بتضلها ثابتة. او ممكن لو انتم مش حابين تربطوها على الجنب، فممكن تربطوها بنفس الاشي بس على ورا بهاي الطريقة. فهيك بتضمنوا انه الشالة تضل ثابتة. طبعا هاي الطرق برضو بستخدمها بس اكون بالدوام وبدي اضمن انه الشالة تضل ثابتة، فبربطها ربط لما ما يكون معي دبوس. فهاي الطريقة كتير حلوة لحتى تضمنوا انه الشالة تضل ثابتة فترة طويلة. بالنسبة للخدعة اللي بعدها، وهي إذا كان عندك الحجاب محتاج كوي في تطعيجات في خطوط، فالحل السريع لإلك هو إنك تستخدم الستريتنر تبع الشعر بإنك تكوي فيه الشالة. هلا رح نيجي لآخر حيلة، وهي إذا كنتوا حابين تلبسوا كاب فوق الشالة، فالطريقة اللي ممكن تعملوها هو أول نصيحة إنكم تختاروا شالة بنفس لون الكاب أو قريبة منها، حتى ما يكون في تشتيت كتير بين الألوان. فبنصحكم إنه تختاروا شالة تكون قريبة كتير بنفس لون الكاب. بعدين بتلفوا الشالة عادي بأي طريقة بتناسبكم، عادي ممكن تلفوها بالطريقة العادية لأنه أصلا يعني ما رح تبين الشالة، فممكن تلفوها بهاي الطريقة. نحط هنا دبوس، وبعدين رح نلبس الكاب. وبعد هيك بتحطوا طرفين الشالة بترجعوهم لورا بهاي الطريقة، وبس بهيك بتقدر تلبسوا الكاب مع الحجاب. بس اهم اشي يكون لون الكاب كتير قريب من لون الحجاب حتى ما يكون في خربطة الوان وزحمة الوان. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي تحت بالكومنتات مين من هاي الحيل ما كنتوا بتعرفوها، او مين من هاي النصائح كانت ممكن مفيدة لإلكم. وبس بشوفكم على الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.